السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاعمل معاكم بسبوسة الأكياس، البسبوسة السهلة البسيطة الاقتصادية اللي تقدري تحضّريها في وقت بسيط جدًا. بسبوسة سهلة جدًا. عملنا المرّة اللي فاتت معاكم بسبوسة الأكياس السادة، النهاردة هنعمل معاكم البسبوسة بالقشطة. بسبوسة سهلة جدًا، ممكن تجيبيها بجوز الهند، ممكن تجيبيها بأي طعم أنتِ حاباه. بسبوسة حلوة جدًا، دايبة دوب كده من حلاوتها، أي مكون أنتِ بتحطيه عليها بيبان فيها. مش بتستحمل الشوكة ولا المعلقة عليها، زي ما أنتم شايفينها دايبة وطعمها حلو جدًا وطرية جدًا أوي. هندخل دلوقتي معاكم على مكونات السيرب أو الشربات أو المقادير بتاعتها. أول حاجة معانا كوبايتين من السكر، معانا ليمونية، معانا فانيليا، معانا المَيّة بتاعتنا. شربات البسبوسة الأكياس بيكون بارد ما بيكونش سخن. شربات البسبوسة السايبة بيكون سخن ما بيكونش بارد، يعني بتفرق جدا. هننزل بكوبايتين السكر وننزل عليهم بكوبايتين ونص من المية. دي مقادير البسبوسة الأكياس. كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين ونص من المية، وبتكون حلوة جدا. وكمان يعني بيكون بالنسبة لي المقادير دي بتكون كتيرة على صينية البسبوسة بتاعتي، مش بحط السكر دي كلها عشان بتبقى مسكرة قوي. فكل واحد يحط الكمية اللي يحبها في السيرب. وطبعًا هنحط الحلة دي على النار لحد أول ما تغلى كده، نقوم عاصرين عليها الليمونة بتاعتنا. زي ما أنتم شايفين كده باعصر الليمون عليها وهي بتغلي، وبعدين نسيبها لمدة دقيقتين ل3 دقايق وننزل بالفانيليا. وممكن تحطي عليها معلقة سمنة لو أنتِ حابة، فأنا مزودة السمنة في البسبوسة، فمش هاحط هنا سمنة كتير على السيرب بتاعي. زي ما أنتم شايفين كده حطينا الفانيليا بتاعتنا خلاص، وكده هنطفي عليها ونسيبها تبرد. في الوقت ده هنحضّر مقادير البسبوسة بتاعتنا. وأول ما نبدأ بمقادير البسبوسة هنكون مشغّلين الفرن بتاعنا عشان البسبوسة تدخل على درجة حرارة عالية. بنحطها على درجة حرارة 180. أول حاجة ده كيس البسبوسة بتاعي، زي ما أنتم شايفين كده بسبوسة بالقشطة. البسبوسة دي بتبقى مرمّلة وطرية وطعمها حلو حلاوة ما فيش بعد كده. طعمها حلو جدًا. هاوريكم دلوقتي دي القشطة البودر اللي إحنا بنخفقها كده بالمضرب الكهربي مع كوباية لبن متلجة أو كوباية مَيّة. ومش هاعملها معاكم في الفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل. ومعانا البسبوسة بتاعتنا أو السميد بتاعنا بيكون عليه جوز هند وسكر، يعني مش بتحتاجي تحطي عليه أي حاجة خالص. ومعانا علبة زبادي من الكبيرة، بلاش الزبادي الصغير، ممكن لبن رايب وممكن لبن عادي خالص. ومعانا 5 معالق سمنة على زبدة، ميكس بينهم كده بيخلي البسبوسة حلوة حلاوة ما فيش بعد كده. هنجيب البولة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده وننزل بالسميد او الكيس البسبوسة بتاعنا. طبعا البسبوسة دي ما بتحطش عليها اي مكونات تانية غير اللي انا قلتها. ما تحطيش بيكنج باودر، ما تحطيش اي حاجة تانية. هي كده حلوة جدا. اما لو السادة تقدري تحطي عين الجمل، فستق، اي حاجة انت حباها، مكسرات، زبيب، سوداني، أي حاجة. أمّا دي بسبوسة بالقشطة يعني مش محتاجة تحطّي عليها حاجة. طبعًا السمنة تكون باردة، مسيّحينها وتكون باردة عشان ما تنشّفش البسبوسة بتاعتِك. في الوقت ده طبعًا هنبِس البسبوسة كويس جدًا، لازم حبيبات السميد كلّها تتغلِّف بالسمنة بتاعتي عشان طعم السمنة يبان في البسبوسة. ويُستحسن نستخدم سمنة بلدي بتدّي طعم حلو جدًا مع الزبدة. بلاش سمنة نباتي طعمها ما بيبانش في البسبوسة فما بتكونش حلوة أوي. هابِس البسبوسة كويس زي ما أنتم شايفين كده، بالإسباتيولا بالإيد اللي أنتِ حاباه. وهننزل بعلبة الزبادي كده. وفي الوقت ده ما نقلّبش كتير عشان البسبوسة ما تعملش مننا عرق وتنشف. أهم حاجة ما نقلّبش كتير في الخطوة دي. ويُستحسن نقلّب بالإسباتيولا أو معلقة أو بأي حاجة غير إيديكِ، لإن إيديكِ هتلِف البسبوسة جامد، فهتعملي لها عرق فهتنشف منِّك، مش هتشرّب السيرب بتاعِك، ومهما تعملي فيها هتفضل ناشفة. هنقلّبها كده زي ما أنتم شايفين لحد ما الزبادي بتاعتِك تتشرّب البسبوسة تمامًا زي ما أنتم شايفين. وبتكون عجينة طرية ولينة بس مش سايبة من نفسها، يعني ماسكة في نفسها شوية كده. أنا حاساها كده مش لينة. في نفس علبة الزبادي هاجيب معلقة مَيّة كبيرة كده من الحنفية بتاعتِك، مَيّة عادية خالص، ونحطها عليها أو معلقة لبن عادي اللي أنتِ حاباه. يا دوب هتطرّي لي بس العجينة بتاعتي أو الخليط بتاعي كده. في الوقت ده بنكون مجهّزين الفرن على درجة حرارة 180، بندخّلها في الفرن الأوسط، بلاش نحطها تحت عشان ما تنشفش وتلسع مننا.
هنجهز الصينية بتاعتنا دهنينها بالسمنة كويس، ممكن تدهنيها بالطحينة اللي متوفر عندك. هننزل بالبسبوسة بتاعتنا وهنفردها كده، هنبل ايدينا مية ونفردها بيها او بالسباتيولا كده اللي انت حباه. يعني مش هيحصل من حتى لو بليت ايدك مية، مش هيحصل للبسبوسة حاجة يعني. هتبقى حلوة جدا. بنعملها في صينية 25 26 اكبر من كده، البسبوسة هتبقى رقيقة قوي ومش هتعرفي تشيليها. هنفردها كده زي ما انتم شايفين وندخلها على درجة حرارة 180، وفي الوقت ده السيرب بتاعك بيكون سايباه يبرد عشان ننزل عليه بالبسبوسة. كده طلعنا البسبوسة من 25 ل 30 دقيقة، اكتر من كده ما بتقعدش في الفرن عشان ما تنشفش منك. وننزل بيه السيرب بتاعنا بارد، البسبوسة سخنة والسيرب بتاعك بارد هننزل عليه. شايفين اول ما بننزل على البسبوسة بالسيرب، البسبوسة بتشرب السيرب بتاعك او الشربات بتاعك، معنى كده ان البسبوسة بتاعتك ناجحة. لو هي ما بتشربش السيرب بتاعك يبقى انت البسبوسة بتاعتك مش ناجحة. هننزل بالسيرب بالكمية اللي احنا حابينها، كل واحد يحط الكمية اللي هو عايزها، وبعدين هندخلها الفرن كده وهو سخن. يعني هنكون طفينا الفرن وهنحطها في الفرن وهو سخن تبرد براحتها ونسيبها براحتها، وبعدين نقطعها كده ونقدمها معاكم. البسبوسة بعد ما طلعناها من الفرن زي ما انتم شايفين طرية جدا، هنقطعها كده طبعا. والبسبوسة يستحسن تعمليها من النهاردة وتسيبيها لتاني يوم وتحطيها في التلاجة، بتبقى حلوة جدا. كل ما تبات البسبوسة كل ما بيبقى طعمها أحلى وأحلى، وخصوصا لو انتي حطاها في التلاجة. زي ما انتم شايفين كده البسبوسة بتاعتنا خلاص قطعناها كده، وجهزنا القشطة بتاعتنا او الكريم شانتيه او كريمة الخفق بتاعت، او ممكن تحطي قشطة بلدي عادي من عندك، يعني طعمها بيبقى حلو جدا. زي ما انتم شايفين انا بنزل كده، جبت كوبايه لبن متلجه على كيس القشطه البودر بتاعته وخفقتهم لمده 3 دقايق. وزي ما انتم شايفين ما حبيتش اعملها معاكم عشان ايه ما نطولش الفيديو عليكم. زي ما انتم شايفين البسبوسه بتاعتي خلاص بقت جاهزه، حلوه وطريه ودايبه دوب زي ما انتم شايفين. تقدري تجهزيها في وقت بسيط جدا، ما بتاخدش منك اي وقت خالص ولا مجهود خالص. بسبوسه سهله جدا وبسيطه يعني، تقدري تحضريها. يعني كده عملنا معاكم بسبوسة الأكياس، إن شاء الله هنعمل معاكم السميد السايب أو البسبوسة السايبة. يعني البسبوسة دي زي ما انتم شايفين القطعة حلوة جدا مش رقيقة، سميكة وحلوة وطعمها حلو جدا، وغنية بالسمنة والزبادي والمكونات اللي احنا حطيناها عليها. يعني بسبوسة سهلة جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي نال إعجابكم ويكون عجبكم. استنونا في فيديوهات تانية كتير وصفات أحلى، وإن شاء الله نعمل كل اللي انتوا عايزينه في الفيديوهات. ما تنسوش اشتراككم في القناة وإعجابكم بالفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.